my dear students and viewers. Welcome to this educational program, the English language for third year secondary stage. Today, inshallah, we will study Unit 6. Let's get it done. يلا بينا نبدأ مع الكلمات. وأول word عندي في البارت 2 من Unit 6 بيقول إيه ده قطار، ده اللي في الصورة train. طب بيبقى فيه القطار ده بيبقى فيه مين؟ passengers، ركاب. الله، الركاب دول بيبقوا رايحين فين؟ work. طب جايين منين؟ work برضو، يعني رايحين الشغل وجايين من الشغل. طب الناس اللي هم regularly go from and to work، الناس اللي هم بيبقوا رايحين بانتظام ليه ومن العمل بنسميهم ايه؟ اللي هم المسافرين بانتظام من والى العمل بنسموهم commuters. commuters يعني المسافرين من والى العمل. خلاص، هو مش سفر يعني، ولكن حتى لو مسافة بياخد مواصلة بنسميه commuter. commuter المسافر من والى العمل regularly يعني بانتظام. تعال نشوف كده definition والexample. بيقول لي someone who travels to and from work regularly، حد بيسافر من والى العمل بانتظام، كل يوم كل كام يوم، بس حاجة منتظمة باستمرار يعني. For example, the train was packed with commuters. The train was packed with commuters. القطار معبأ مليء، packed يعني معبأ ومليء بالcommuters المسافرين من والى العمل. أعتقد أن الجملة دي منطقية ومعناها مفهوم جدا جدا. كل يوم القطارات ووسائل المواصلات بيكون فيها commuters. commuters يعني ناس مسافرين منين ورايحين فين وجايين منين كمان، يا إما رايحين أو جايين من العمل. What's the next word؟ بصوا على الصورة دي كده، ايه الروك الكبيرة دي، الصخرة التقيلة دي، والشخص ده بيزقها كده ازاي؟ هل هيقدر؟ دي حاجة صعبة. ده الشخص ده أكيد إن هو burned out يعني منهك ومتعب جدا، ووصل لمرحلة بقى اللي هو الذروة بقى في الإنهاك وفي الإرهاق. ده كان verb burn يعني يحرق أو يحترق، استخدمت معاه out فبقى معناه مختلف تماما. burn out يعني ينهك بشدة، استخدمتها كمان كصفة بمعنى منهك، بقت صيغتها burned out. burned out يعني ايه؟ exhausted. exhausted يعني very very tired، مش قادر خلاص، مش قادر، منهك ومرهق وburned out. طب هل في noun منها؟ اللي هو اسمه ايه؟ burn out. burn out. اقول لكم ده انا في مرحله burn out، خلاص وصلت لمرحله البيرن اوت، الانهاك الشديد، الارهاق الفظيع. خلاص. for example after a week of non-stop hard work I'm burned out. بعد اسبوع من العمل الشاق المستمر الذي بلا توقف انا خلاص اشعر بانني burned out منهك بشده، خلاص طاقتي استنفذت حرفيا. فين الكلمة اللي كان معناها بلا توقف؟ وكلمة جميلة جدا جدا كصفة هنا non stop. لما اقول على عمل ان هو non stop او على الحاجة انها non stop يبقى انها كانت بلا توقف، متصلة مستمرة بلا وقفة خالص. كانت كلمتي هي ايه؟ burned out، وكانت صفة بمعنى منهك. what's the next word؟ يا ترى ايه الكلمة اللي بعد كده؟ نشوف كلماتي النهاردة. noun اسمه priority. priority. أنا عندي حاجات مهمة كتيرة، صح كده؟ طيب بس أكتر حاجة أنا شايفاها مهمة وأكتر حاجة أنا بقوليها اهتمام بتكون اسمها إيه؟ أولوية، بديها الأولوية، بتبقى priority. priority. أقول لكم you have to rank your priorities، لازم أنتوا ترتبوا أولوياتكم to see علشان تشوفوا the most important things، الحاجات اللي هي أهم حاجة فيهم بتبقى priority، وبعدين تدولها الإيه؟ الاتنشن يعني الاهتمام بتاعكم اللي تركزوا عليها والconcentration. يبقى priority هنا معناها the thing that you think is the most important and that needs attention before anything else، الحاجة اللي انتوا شايفين انها اهم حاجة ومحتاجة تركيزك جدا جدا اكتر من اي حاجة تانية او قبل اي حاجة تانية. For example, my top priority is to find somewhere to live.
انا اولويتي اللي في الطب اللي هي اول حاجه خالص اللي هي اعلى من اي حاجه تانية ان انا اجد مكان للعيش فيه. طبعا دي فعلا من البرايورتيز، من الاولويات. يعني دي كلمه priority كده معناها the most important thing، اهم حاجه اللي انا لازم اديها الاتنشن بتاعي والاهتمام بتاعي. اسمها ايه؟ priority، جمعها ايه؟ priorities. تمام كده؟ طيب يا ترى الكلمة دي بقى معناها ايه؟ اللي هي efficiency. انا مش هقول لكم على الكلمة خالص، انا هجيب الديفينيشن التعريف بتاعها وكمان الاكزامبل وخليكم تقروه، وبعدين انتوا اللي هتقولوا لي معنى الكلمة دي ايه. تمام كده؟ من خلال ايه؟ الديفينيشن والاكزامبل. ليه؟ انا عايزاكم ان انتوا تو ثينك شويه، تفكروا شويه and to infer the meaning، تعرفوا المعنى من خلال الديفينيشن وكمان الاكزامبل. طب فين الديفينيشن؟ الديفينيشن بيقول ايه؟ يعني التعريف بتاعها بيقول ايه؟ the quality of doing something well without wasting time, money or energy. مش فاهمين حاجه يا مس؟ طب استنوني مش هقول لكم برضو، هنقرا المثال. بيقول لي she finishes her work with efficiency. she finishes her work with efficiency. الله، برضو مش عارفين. الله، طب ما انتوا خدتوا قبل كده efficient يعني كفء، يعني بيعمل الحاجة بكفاءة، بيعملها جيدا بدون تضييع وقت ولا مجهود ولا فلوس ولا أي حاجة خالص. يبقى كلمة efficiency النون معناها جودة عمل الشيء، ان انا اعمله جيد جدا without wasting time، بدون اني اضيع الوقت ولا الماني ولا الاموال ولا الانرجي يعني ولا الطاقة. زي ما قال لي في الاكزامبل she finishes her work with efficiency، بتخلص العمل بتاعها بكفاءة، بسرعة وفي الوقت المحدد، وبيبقى جودة، بيبقى فيه quality، جودة عالية، high quality يعني جودة عالية. ايه اللي بيعبر عن المعنى الجودة العالية ده؟ efficiency يعني كفاءة. تمام كده؟ تعالوا بقى نعمل practice على الwords بتاعت النهاردة. choose the correct answer. السنتنس بتقول if the light in the car goes on you should fasten your seat belt. لو النور بتاع ايه، لو الضوء بتاع ايه في العربية اشتغل، يبقى انت المفروض تعمل الحزام او تركب الحزام بتاع السيارة، بتاع المقعد، حزام الامان يعني seat belt. الله، طب احنا في كلمة خدناها النهاردة كده معناها الكلام ده. يا ترى arm، ده arm يعني ذراع. يا ترى clock يعني ساعة الحائط. يا ترى farm، ده farm يعني مزرعة. ولا alarm؟ سامعاكوا اهو بتقولوا لي alarm، يعني اما اقول alarm light يعني ضوء الانذار. تمام كده؟ ضوء الانذار لما بيشتغل في السيارة بيبقى فيه خطر، يبقى لازم نعمل السيت بيلت، fasten your seat belt يعني نلبس حزام الأمان. What's the next sentence؟ ايه الجملة التانية بقى؟ بيقول لي you should take English courses to your language level. انت المفروض تاخد كورسات انجليزي عشان تعمل ايه في مستوى اللغة الانجليزية بقى عندك. يا ترى rise ولا decline ولا raise ولا decrease؟ برافو عليكم، سامعاكم بتقولوا لي raise يعني ارفع المستوى اللغوي، هاخد كورسات علشان ارفع الايه، المستوى اللغوي. excellent. the next sentence، الجملة التانية بتقول ايه؟ الجملة التانية the new vaccine has proved its نقط in fighting COVID-19. يعني التطعيم الجديد أثبت إيه في محاربة COVID-19 اللي هو كورونا فيروس؟ التطعيم الجديد أثبت إيه في محاربة كورونا فيروس؟ يا ترى weak يعني ضعيف، ولا laziness يعني الكسل، ولا efficiency اللي أخدناها النهاردة يعني إيه كفاءة، ولا depression يعني الاكتئاب؟ برافو عليكم، efficiency. يبقى the new vaccine has proved its efficiency in fighting COVID-19. التطعيم الجديد أثبت فعاليته في إن أو كفاءته في إن هو يحارب COVID-19 أو كورونا فيروس. The next sentence، الجملة اللي بعد كده بتقول
her ideas lack space. أفكارها بتفتقر إلى إيه؟ الأفكار بتاعتها بتفتقر إلى أو بينقصها إيه يا ترى؟ logic ولا plain ولا penalty ولا argument؟ ها برافو عليكم. logic يعني إيه؟ المنطق. أفكارها بتفتقر إلى المنطق، بينقصها المنطق. طب كلمة plain اللي في الاختيارات دي معناها إيه؟ طيارة. طب penalty عقوبة أو جزاء. عارفين في الماتشات الرياضية يقول لي penalty يعني ضربة جزاء أو معناها عقوبة punishment. تمام؟ argument يعني نقاش أو جدل. تمام كده؟ طيب what's the next sentence؟ الجملة بتقول لي smoking has a negative space on our health. Smoking has a negative space on our health. لما بقول كلمة space بيكون معناها مكان فارغ، يعني المكان الفارغ بسميه space. ممكن أقول dots يعني نقط، أو points برضو يعني نقط. طب التدخين ليه أثر إيه يا ترى؟ إيجابي ولا سلبي؟ نيجاتيف إيه؟ سلبي. إيه اللي سلبي؟ أثر. أنت قلتيها يا مس أثر. طب فين كلمة في الاختيارات اللي معناها أثر يا ترى؟ impact ولا affect ولا cause ولا reason يعني سبب. reason يعني سبب. طب وأفكت يعني إيه؟ يعني يؤثر على. طب الاختيار الثالث اللي هو cause معناها إيه؟ سبب. طب فين الكلمة الصحيحة؟ impact. يعني إيه impact؟ يعني أثر. smoking has a negative impact on our health. يعني التدخين له أثر سلبي على صحتنا. نحفظ العبارة دي جدا لأنها كويسة جدا في الترجمة، اللي هي negative impact. negative impact يعني أثر سلبي. طب أمال الأثر الإيجابي اسمه إيه؟ positive impact. positive impact يعني أثر إيجابي. أمال اللي هنا دي إيه؟ negative impact يعني أثر سلبي. أوكي؟ برافو عليكم. تعالوا دلوقتي ننقل على الجرامر ونكمل القاعدة بتاعتي بتاعة السببية الكوزيتيف verbs. طب ما احنا أخدناها يا ميس المرة اللي فاتت وقلنا استخدمنا have وهاز وبأشكالها طبعا وجت سواء في الأكتيف أو في الباسيف علشان أقول إن أنا بخلي حد يعمل لي الحاجة دي. I get a mechanic fix the car. تمام كده؟ I have a mechanic fix my car. ده كان في الأكتيف باستخدام get و have. الله. طب لما استخدمتها في الباسيف قلتها I get my car fixed أو I have my car fixed. تمام كده؟ طيب أمال النهاردة هناخد إيه؟ هناخد بعض الأفعال الزيادة كمان. هناخد أول حاجة make. نشوف المثال ونستنتج حاجة كده في استخدامه. يعني إيه make أصلا؟ يعني يصنع. الله. طب احنا يا مس أخدناها قبل كده الجملة البسيطة خالص mom makes a cake. ماما بتصنع كعكة للأطفال بتوعها. تمام كده؟ طب أمال النهاردة هنستخدمها بمعنى إيه؟ يجعل. أخلي شخص يعمل حاجة، أخلي ولادي يعملوا حاجة، أخلي التلاميذ يعملوا حاجة معينة. طب تعال نقرا السنتنس ونستشف بقى القاعدة منها وإزاي بستخدم make علشان تدي معنى الكوزيتيف فيرب أو معنى الفعل السببي. أوكي؟ هنا بيقول لي my parents make me tidy my room. my parents make me tidy my room. والدي بيخلوني أرتب غرفتي. هي فعل ميك هنا شوية في فورس، شوية في إجبار، شوية في قوة، شوية لأن البيرنتس بتوعي أعلى مني فممكن يأمروني أو يجبروني على إن أعمل الحاجة دي. فده استخدام كلمة ميك كحاجة سببية بيبقى فيها شوية معنى الإجبار أو القوة شوية. طب إيه الصيغة بتاعته؟ make me. بجيب الفيرب make في أي صيغة خالص أنا تتناسب معايا أو زمن الجملة أو الصيغة اللي أنا عايزاها، وبعدين أجيب الأوبجكت يعني أشوف أنا عايزة أخلي مين بالظبط يعمل الحاجة دي، وبعدين أجيب الفيرب اللي أنا عايزاه أو اللي أنا عايزه في صيغة الانفينيتيف يعني بدون أي إضافات لا قبله ولا بعده خالص. زي ما الجملة بتقول my parents make me tidy my room. والدي بيخلوني أنظم غرفتي أو أرتب غرفتي. فين الفيرب السببي؟ make. طب فين الأوبجكت؟ مي يعني أنا بس مفعول به. تمام؟ طب فين الفيرب التاني؟ tidy. فأني صيغة ده؟ infinitive. هل قبله حاجة؟ قبله طول مصدرية؟ لا. هل آخره ing؟ no. آخره اس ولا حاجة؟ لا. متصرف؟
خالص. يبقى my parents make me tidy my room. ده كان الفيرب make يعني يجعل. طب هناخد فيرب ايه كمان علشان يبقى معناه فعل سببي؟ let يعني يدع. اقول لك في الجملة اللي انا عارفاها من قبل كده let me help you، خليني اساعدك، دعيني اساعدك. ممكن استخدمها في الجملة اللي قدامي دي علشان تبقى معناها ادعى شخص يعمل شيء او اجعل شخص يعمل شيء، بس فيها يعني شوية معنى الايه، البرميشن، يعني التصريح، او ان انا بديله اذن او تصريح بالحاجة دي. صيغتها ايه يا ترى؟ هنشوف من المثال ده. علي lets me use his mobile phone. علي يدعني أو يسمح لي بإني أستخدم his mobile phone، يعني تليفونه المحمول أو موبايله. طب فين الفيرب السببي هنا؟ let's. هو متصرف كده ليه؟ عادي، هو في المضارع البسيط مع السبجكت علي، فمنضيفين له اس. هو ينفع أصرفه في أي زمن؟ عادي جدا، على حسب زمن الجملة أصرف let عادي. طب وبعدين فين الأوبجكت؟ me، يعني يدع مين؟ يدعني أنا. تمام؟ object me object. طب فين الفيرب؟ use صيغته ايه؟ infinitive. طب ما هو زي make اهو. تمام، سهل جدا. علي lets me use his mobile phone. تمام. طب انا عايزه فعل كمان النهارده، عشان النهارده هاخد 4 افعال. allow برضو معناها يسمح بيه، معناها بالظبط زي let، وبتدي معنى البرميشن شويه، انا بسمح لحد انه يعمل الحاجه الفلانيه، بس الصيغه مختلفه شويه. طب تعال نشوف الصيغه مختلفه في ايه من خلال السنتنس دي. علي allows me to use his mobile phone. علي بيسمح لي ان استخدم الموبايل فون او الموبايل بتاعه. طب فين الفيرب بتاع الكوزيتيف، الفعل السببي النهارده؟ allows. ده متصرف في زمن المضارع البسيط عادي جدا، اصرفه في اي زمن. طب فين الاوبجكت؟ me، يعني ايه؟ بيسمح لي انا. طب فين الفيرب اللي هو التاني اللي موجود معايا؟ بيسمح لي بايه هو؟ يعني بيسمح لي اعمل ايه؟ فين الفيرب؟ to use، استخدم، ان استخدم. ده الله، ده جاي قبل to. بقى يبقى to plus infinitive، يعني to وبعدين المصدر من الفعل. ليه يعني؟ هو كده مع any verb، مع allow، يبقى allow وبعدين الأوبجكت وبعدين to plus infinitive، علشان تبقى الجملة على علي allows me to use his mobile phone. علي allows me to use his mobile phone. علي بيسمح لي، بيسيبني ويسمح لي ان انا ايه؟ استخدم الموبايل فون. تمام كده؟ طب عايزين فيرب كمان. الفيرب stop يعني يمنع، يوقف. مش انا ساعات كده ابقى خارجه ابص الاقي الدنيا مطرت، فالمطره دي بتمنعني من ان انا اخرج، صح كده؟ طب ما هي سببت لي ان انا اعمل الحاجه اللي انا كنت عايزه اعملها. تعال نشوف المثال، نشوف مستخدمه ازاي. بيقول لي ايه؟ The cold weather stops us from going out. The cold weather stops us from going out. يعني الجو البرد، الطقس البارد بيمنعنا، بيوقفنا من أو عن إن احنا نعمل الحاجة الفلانية. بص الجملة عاملة ازاي؟ stops us from going out، يمنعنا من الخروج. فين الفعل اللي معناه خروج هنا أو يخرج؟ going out. ايه اللي قبلها ده؟ حرف جر from. يعني ايه from ده؟ يعني من او عن. طب ليه يعني؟ ليه جاي from هنا؟ علشان الفيرب stop. يبقى لما بستخدم الفيرب stop يعني يمنع او يوقف، علشان يبقى معناها ان بيسبب الحاجة دي، يبقى انا اجيب stop وبعدها الاوبجكت وبعدها حرف الجر from، البريبوزيشن from يعني حرف الجر from، وبعدين اجيب الفيرب زائد ing، احط ing للفيرب. ليه كده؟ هو كده. تمام؟ طيب يبقى الجملة بتقول the cold weather stops us from going out، يعني الجو البارد بيمنعنا من الخروج. دول كانوا ال4 أفعال اللي كانوا عندي النهاردة، بس هراجع كمان بأمثلة أكتر على have و get للسببية علشان أفكركم بيها أكتر من خلال more examples. تمام؟ أو حتى لو انتوا فاكرين المثال بتاع فن السيارات المرة اللي فاتت،
المفروض انتوا بقى اللي تقولوه لي النهارده. طيب الفعل have كانت قاعدته ايه؟ هبص على الجمله وافتكر. بيقول لي ايه؟ I have a mechanic fix my car every week. تمام كده؟ طيب عايزين كمان امثله. هناخد get. I get a mechanic to fix my car every week. بخلي الميكانيك ان هو يصلح لي سيارتي. ما دام في get يبقى to plus infinitive لانه active يعني مبني للمعلوم وده عاقل مذكور. ايه كمان؟ الباسيف يعني المبني للمجهول لما بذكر غير العاقل مع الفيرب have. I have my car fixed. fixed ايه fixed ده تصريف ثالث. هو كده التصريف الثالث وقبله غير العاقل مع have علشان دي سببية في المبني للمجهول. I have my car fixed every week يعني أنا بخلي عربيتي تتصلح كل أسبوع. إيه كمان؟ عايزين أمثلة كمان ونفتكر كده. الباسيف في get. I get my car fixed every week بخلي سيارتي تتصلح كل أسبوع. تمام كده؟ يبقى النهاردة إحنا درسنا إيه؟ السببية مع أفعال أكتر. طب time for practice بقى. choose the correct answer. اختاروا الإجابة الصحيحة. let's space this crossword puzzle together. يلا بينا نعمل ايه في لعبة اللي هي عارفين الكروس وورد بازل اللي هي الحاجات الكلمات المتقاطعة together. تعالوا بينا نعمل اللعبة دي مع بعض. يا ترى احط did ولا doing ولا do ولا to do. نفتكر ان بعد let الله. طب انا مش فاهمين حاجة. هي ايه let's دي اصلا؟ let's يعني let us. لا بقى يا مس ده انت بتقولي لنا حاجات غلط. ليه؟ ده انت عندك ابوستروف اس في الكلمه. ازاي تبقى قص يعني؟ ما هي مختصره. هي كان اصلها let لوحدها وبعدين اس يو اس لوحدها وبعدين استخدمها بسرعه كده واختصارها فبقت let's اللي هي let us يعني دعنا. يعني الفيرب let وبعدها الاوبجكت اهو المفعول به. فاضل ايه بقى؟ المصدر من الفعل. برافو عليكم. يبقى انت هتقولوا لي عرفناها دلوقتي. let's do the crossword puzzle together. يلا بينا نحل الكلمات المتقاطعة مع بعض. يبقى let's معاها infinitive اللي هو to. the next sentence الجملة اللي بعد كده. تعالوا نقرأ ونحل لأن practice makes perfect يعني الممارسة بتخلي الإنسان ممتاز. practice makes perfect. الجملة بتقول إيه؟ What made you space that؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ تعال نشوف الاختيارات. to do ولا done ولا do ولا doing. الفيرب السببي اللي عندي في الجملة إيه؟ made. لا ما خدناهوش النهاردة يا مس. لا خدناه بقى. هو verb make يعني يصنع عادي يعني يجعل أو يصنع. تمام؟ يجعل شخص يعمل حاجة ولكن مستخدمينه في صيغة الماضي لأن تصريفاته make made. يبقى made هنا إيه اللي جعلك؟ إيه اللي خلاك تعمل ده؟ طب أنا made كنت بستعمل وراها إيه؟ أو make لما كنت بجيب وراها الأوبجكت كنت بجيب صيغة الفعل شكله عامل إزاي؟ نفتكر كده قاعدتنا. برافو عليكم. do infinitive مصدر من الفعل يعني الفعل لوحده كده من غير أي إضافات. What made you do that؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ What made you do that؟ إيه اللي خلاك تعمل كده؟ The next sentence بيقول لي my friend allowed me space. لما أقول space يعني نقط. his car twice. صديقي أو صديقتي سمحوا لي يعني خلوني يعني ادوني permission ده يعني ان هم سمحوا لي ان انا اعمل ايه؟ his car twice سيارته مرتين. صديقتي او صديقي خلاني استعمل سيارته مرتين. استخدم اهني صيغه to use ولا use or using or use. افتكروا الفيرب allow كده. الفيرب ده بالذات بياخد to plus infinitive. excellent. to use يبقى my friend allowed me to use his car twice. very good. the next sentence الجملة اللي بعد كده بتقول ايه بقى؟ the rain didn't stop us the trip.
يعني المطر ما منعناش من الرحلة. طب الفيرب السببي stop. طب كانت صيغة الفعل بعده ايه يا ترى؟ enjoy or from enjoying or to enjoy or enjoyed. يعني ايه enjoy اصلا؟ يستمتع بيه. يبقى المطر ما منعناش ان احنا نستمتع بالرحلة. برافو عليكم. سامعاكم بتقولوا ده الفعل stop بياخد حرف الجر from، وبعد from اجيب الverb plus ing، يبقى from enjoying the trip. excellent. يا ترى ايه next sentence اللي عندي؟ we must allow young people نقط independence. لابد وأن نسمح للشباب إن هم إيه؟ independence الاستقلالية. يا ترى develop يعني يطور أو يتطور، to develop developed في الماضي، developing. ها إيه رأيكم؟ allow احنا لسه قايلين الفيرب allow بالذات بيحب ان يجي وراه صيغه معينه كده. ها سامعاكم اهو بتقولوا لي ده بياخد to plus infinitive. صح كده برافو. to develop ان يطوروا. we must allow young people to develop independence. يعني لازم نسمح لليونج people ان هم يطوروا الاندبندنس بتاعهم. Well, thank you so much for joining me today. This is the end of our episode. See you inshallah next time. I hope you found it beneficial. Till I see you again. It's now goodbye. Take care.